السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غبرنا شوية هاد الايامات ولكن لظروف خاصة، وان شاء الله البداية عاوتاني غتكون من هاد الفيديو ديال اليوم جبت لكم اقوى تجميعة قطع مستعملة تقدر دير بها بي سي جيمنج ديالك بميزانية ما كتفوتش 5000 درهم مغربية. يعني ماشي ضروري تكون غني باش تلعب بالفول اتش دي بلا لاك بلا صداع الراس. خليكم معايا نوريكم شنو تشدوا ومنين تشريو هاد القطع. ما تنساوش ليا لايك وسبسكرايب، وعلى بركة الله نبداو. اول حاجه هي القلب ديال البي سي او البروسيسور. الشوا الاول عندنا هو انتل كور اي 5 10400 اف. ثمنه تقريبا في المستعمل كيتراوح ما بين 600 500 درهم 550 درهم حتى 700 درهم تقريبا. كيقدم لك اداء مزيان بزاف في الالعاب وكيخدم مع دي جي بي يو حديثه. وإلا كنتي باغي واحد البديل الارخص كنصحك بالرايزن 5 2600، تقدر تلقاه ما بين تقريبا 400 درهم حتى 600 درهم. وإلا زدتي شويه تقدر كاع تجيب 3600 اللي غيقدم لك واحد الاداء احسن في الجيمنج. وهذا البروسيسور كيجيب 6 الكور وكيعطي اداء ممتاز مقابل هذا الثمن. البروسيسور ما غاديش يخدم بلا مادر بورد مناسبه. الا مشيتي مع اي 5 10400 اف كنصحك تاخذ معاه ب 460 او اش 410 مستعمله، غتلقاه تقريبا بجويه 400 حتى 600 درهم. وإلا مشيتي مع الخيار ديال رايزن كنصحك ب 450 او ب 550 على حسب الميزانيه ديالك وعلى حسب الا كنتي ناوي دير ابجريد من هنا لقدام. المهم الا اختاريتي ب 450 غتلقاه في المستعمل ما بين تقريبا 400 درهم حتى 600 درهم. وإلا مشيتي مع بي 550 تقدر تلقاها تقريبا بجويه 800 درهم حتى 1000 درهم تقريبا. ومع البروسيسور ديال رايزن ما كنصحكمش تاخذوا السيري ديال الاي، مثلا اي 320. هاد لي مادر بورد كيكونوا عيانين بزاف وما نصحكمش بهم نهائيا، واخا تلقاوهم بواحد السعر رخيص مقارنه بالسيري ديال ربي. اما بخصوص الرامات كنصحكم ما تهبطوش على 16 جيجا بايت ديال الرام باش تخدموا الالعاب ديالكم ولا باش تلعبوا الالعاب ديالكم بواحد السلاسه زوينه بزاف. المهم تقدر تشري جوج باكيطات ديال 8 جيجا بايت بالسرعه ديال 3200 ميجا هرتز. دابا طلع الثمن ديالهم شويه ولكن تقدر تلقاهم في المستعمل ما بين 300 درهم حتى 400 درهم. المهم تاكد يكونوا بنفس البراند ونفس السرعه ويكونوا متوافقين مع المادر بورد اللي اختاريتي. ودابا وصلنا للملك ديال هاد القطع كاملين اللي هو كارت الشاشه. افضل خيار بالنسبه لي بواحد الميزانيه اللي محدوده شويه كنصحكم بجي تي اكس 1660 سوبر ولا 1660 تي اي. واذا كانت الميزانيه محدوده شويه كنصحكم باير اكس 580 النسخه ديال 8 جيجا بايت. المهم الا مشيتو مع جي تي اكس 1660 سوبر ولا تي اي غتلقاوها تقريبا بواحد الثمن اللي ما بين 1500 درهم ولا 1400 درهم حتى 1800 درهم. المهم ما تفوتوش هذا الثمن جي تي اكس 1660 سوبر ولا تي اي. الا فتوا هذا الثمن مثلا 2000 درهم ديك الساعات كنصحكم تقلبوا على ار تي اكس 2060 غتقدم لكم واحد الاداء احسن بزاف من هذا الشيء دابا اللي قلت لكم. واذا كانت الميزانيه محدوده شويه كنصحكم بار اكس 580 النسخه ديال 8 جيجا بايت غتلقاوها تقريبا على حساب ليطا ديالها بجويه 800 درهم حتى 1200 درهم. واذا كانت الميزانيه مدقوقه حتى الاخر كنصحكم بجي تي اكس 1060 النسخه ديال 6 جيجا بايت او ار اكس 570 النسخه ديال 8 جيجا بايت غتلقاوها تقريبا بجويه 800 درهم ولا 700 درهم حتى 1200 درهم ولا 1100 درهم. المهم ما تفوتوش هاد الثمن في هاد لي كارت جرافيك الا اختاريتهم، وكنصحكم تيستيوها مزيان قبل ما تشريوها لحقاش هادو دازت عليهم واحد المده طويله وممكن يكونوا فيهم مشاكل. المهم ما تشريش كارت جرافيك حتى تجربها، او على الاقل طلب من داك السيد اللي غيبيع لك هاد كارت جرافيك يجربها قدامك ولا يصيفط لك فيديو الا كان شي واحد بعيد عليك بزاف. اما بخصوص التخزين اس اس دي ما بقاش رفاهيه، راه ولا ضروري في اي حاسوب في 2025. يعني اضعف الايمان كنصحك تاخذ اس اس دي ديال 240 جيجا بايت باش دير فيه السيستم ديال الويندوز ديالك. ولا كنتي باغي ما احسن كنصحك تاخذ ام دوت 2 لحقاش الثمن ديالهم دابا ولا بحال اس اس دي بحال ام دوت 2. كنصحك بواحد ديال 512 جيجا بايت تقدر تلقاه في المستعمل بديك 250 حتى 300 درهم. وإلا بغيتي شي حاجه جديده تقدر تلقاها ب 350 درهم بحال ما هكاك. وتقدر تزيد معاه واحد اش دي دي ديال 500 جيجا بايت تقدر تلقاه بواحد 100 درهم بحال ما هكاك. وإلا بغيتي واحد تيرا بايت تقدر تلقاه بالنواحي ديال 150 حتى 200 درهم في المستعمل. اما بخصوص باور سبلاي او مزود الطاقه كنصحك هذا تاخذو جديد ما تاخذوش اوكازيون، لحقاش يقدر الا خديتي شي حاجه اوكازيون يقدر يكون فيها شي مشكل ولا تقدر تكون ديجا بريباريه. المهم من الاحسن تاخذو جديد لحقاش هو كيتعتبر انفستيسمون ولا واحد الاستثمار اللي تقدر تخليه عندك وتبقى ابغريدي عليه واحد المده طويله الا خديتي حاجه زوينه. المهم كنصحكم ما تاخذوش اقل من 550 واط في جميع الحالات. واخا تاخذ واحد التجميعه دابا يلاه كتكونسومي تقريبا واحد 100 واط ولا 120 ولا 150 واط، خذ لك 550 واط. وكنصحكم تاخذوا كاع 650 واط لحقاش غيعيش معاك لواحد المده طويله. وبقات لينا دابا البواطي اللي كنصحكم تاخذوا شي حاجه اللي حتى هي صراحه تقدر تعيش معاك واحد المده طويله وتقدر تابغريدي فيها لي ماطوس ديالك بلا ما تبدلها. المهم تقدر تلقى شي حاجه
جويه تقريبا 200 300 درهم على حساب الا خديتي شي حاجه اوكازيون، وتقدر تشري شي وحده زوينه تقريبا بواحد 600 درهم. المهم انت والذوق ديالك وداك الشيء ديال الفلوس اللي شاطوا لك فاش تجمع هاد الماطوس كاملين. المهم هاد جوج البياسات ماشي مشكل تخليهم حتى الاخر تجمع كلشي عاد اشريهم ما فيها باس. صراحه ما حسبتش شحال طلع في التوتال، ولكن كنظن 4500 درهم حتى 5000 درهم. المهم هاد الماطوس كامل الا خديتي شي حاجه زوينه راه كنضمن لك باللي تقدر تلعب فيه مثلا فورتنايت ولا فالورانت ولا جي تي اي في ولا مثلا وارزون بديك هاي سيتينغ تقريبا. الى الوارزون صعيب تلعبها بهاي سيتينغ بهذا الماطوس. وتقدر تلعب لي جو ديال تريبل اي بحال إلدين رينغ بحال ريد ديد ريدمشن 2 بحال هاد الالعاب مثلا تقدر تلعبهم بميديوم وغتقدم لك واحد التجربه زوينه في اللعب. ونبغي نختم لكم بشي نصائح. مثلا هاد الماطوس دابا اللي قلت ولا هاد القطع دابا اللي قلت لكم تقدروا تدبروا عليهم بشي ثمن زوين من فيسبوك ماركت بليس، احسن بلاصه تقدروا تقداو من هاد الشيء دابا اللي قلنا. وكنصحك تفاوض مع البائع، المهم تشطر مع راسك، واي درهم شريتيها راه كتشيطها باش تشري شي حاجه محسن عاوتاني في داكشي اللي بقى لك من الماطوس باش تجمع التجميعه ديالك في الاخر. والنصيحه الاخرى اللي بغيت نقول لك باللي خاصك تجرب اي قطعه ولا تدي معاك شي واحد كيفهم في هادشي ديال الهاردوير. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. كان معكم خوكم محمد، ما تنساوش ليا لايك وابوني وفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم الجديد ديال هاد القناه ان شاء الله. اي استفسار خليه ليا في الكومونتيرات وانا غنجاوب عليه، وحتى الدراري ان شاء الله ما غاديش يقصروا معكم. تهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.